اغلى شيء حوالي 38,000 دولار. جديد اخليه تاريخي 15,000 20,000 على حسب. الخنجر ده انت تقدر تعمله؟ ايوه عالم غريب من الخناجر انا مش فاهمه. انا دلوقتي هجرب ان انا البس خنجر عماني لاول مره. هو ليه الإنسان ممكن يلبس زي معدي 1,000,000 جنيه؟ مبلغ كبير مش كده؟ أمال بقى لو عرفت إن اللي بيغلي الزي ده مش بارفان شيك ولا ساعة نظيفة أو حتى بدلة سينيه، لأ ده الخنجر العماني، رمز من رموز الثقافة والتراث العماني. في فيديو النهاردة هنعرف ليه سعر قطعة معدنية ممكن سعرها يوصل أكتر من 1,000,000 أو 2,000,000 جنيه، أي ما يقارب 20 أو 25 ألف ريال عماني، يعني حوالي 60 70 80 ألف دولار. ده غير إننا هنعرف إن مش كل اللي يبان عليه أثري يبقى قديم وتراثي. يلا بينا نبدأ فيديو جديد في رحلة سلطنة عمان. جديد اخليه تاريخي. جديد تخليه تاريخي؟ ايوه ازاي؟ تكحيل يا ولا تشوف. يعني خنجر يكون عادي فضه مثلا لونه فضي، ايوه تقدر انت تخليه اسود أيوة. وباين عليه ان هو قديم؟ شوف هذا الحين افضل. ده دلوقتي جديد. ايوه ماشي. قرن زراف هندي اللي هو جاموس. الجاموس. ايوه القرن هذا ما بيض. هذا نسوي له ماده اوكسيداي يسموه تكحيل. تمام. مثل الحبر بس متخصص في الفضه يعني. تمام. فيقلب لونه ان هو قديم شويه. ايوه تمام. ايوه. فانت بس بتبيعه بقى على ان هو اثري ولا بتبيعه لا على في الناس تحب ان الشيء يكون يعني مثل القديم كلاسيكي شويه؟ كلاسيكي. هو جديد يعرف انه جديد بس يباه مأكسد. بالنسبه للناس اللي بتفهم هو جديد، بس بالنسبه للناس كل اللي يعرفوا هني عندي في المحل كله جديد. لكن في عندنا الفضه اللون الفضي العادي واللون اللي هي بغى الأكسد. يقول لك سوي له اوكسيدايز يعني كحل لي الخنجر، احنا نسميه تكحيل. وبيفرق في السعر؟ لا ما يفرق. ما يفرقش في السعر. بس اذا جاب عنده خنجر من برا وقال يبغى له تكحيل في قيمه العامل والشغل يعني. اوكي تمام. لكن لو هو شاريه من عندك جديد انت بتقدر تعمله له. ايوه نفس السعر يعني. اوكي. طب ايه الخناجر اللي فعلا هي لا تقدر بثمن او غاليه فعلا نقدر نقول عليها ان هي غاليه؟ يعني تشوف هو اللي هو اول شيء وحيد اللي هي خناجر الزراف الافريقي اللي هو وحيد القرن مثل هذي. زين ده ايوه مثل هذي. يعني ايه اللي بيغلي الخنجر؟ وحيد القرن اللي هو الخرتيت. مش قصدي يعني اليد هي اللي بتغلي الخنجر؟ ايوه مش السلاح؟ لا الاسلحه كلها عادي؟ أيوة. الاسلحه لا في فرق. تمام. في فرق جوهر نصله اللي هي كل ما كانت السلاح اللي يكون داخل نوعيته في انواع ترى في الجوهر. تمام. عندك في كربون. تمام. عند الحديد اللي هي النصله اللي تحت. تمام. ايوه ما بالفضه. وبعدين ايش يعني تشوف غلل اول شيء في القرن، بعدين في صوغ الخنجر شغل الخنجر. شغل الخنجر. ايوه شغل الخنجر. ازاي؟ الفضه وزن الفضه اللي فيها. تمام. هذا الشيء يعني دي بتكون فضه فضه في ذهب. ذهب لا ما نسوي لكن بالطلب هذا مطلي كله مطلي ذهب. مطلي ذهب. تفتكر ايه اكتر او اغلى خنجر انت بعته في حياتك كلها؟ لا ما تفتكرش؟ لا ما شاء الله. لكن اللي هو معروف اذا انا بعت اغلى خنجر بتكون زراف افريقي. ده بيكون اغلى حاجه. ايوه لان ده مال الخرتيت غالي. في نفس الشيء على حسب اللون ماله. اذا كان في يعني الوان تمام. يعني يفرق حتى اللون ماله حجمه. كل ما كان حجمه اكبر كل ما كان سعره اغلى. بس يكون خرتيت؟ الخرتيت لونه اصفر واحلى يكون اغلى. بعدين يتيك الخنجر الحزام النصل اللي داخل لكن هو اللي يقيم السعر. تمام. ايوه. بعدين يجيك العاج نابل فيه العاج ده يكون يعني بعدين يك الصندل. بعدين نفس الشيء الزراف الهندي هذا اللي هو الجاموس يكون نفس الشيء. في اسعاره تختلف لونه نظافته حجمه نفس الشيء هذا. فهمت اللي هو الجاموس. تمام. بعدين عادي يك الخشب الفايبر المعجون. خشب في خشب. ايوه خشب العادي يعني يكون سعره رخيص. عندك السعيدي نفس الشيء. اي سعيدي عاج ده اللي هو بتاع السلاطين. ايوه يسموه الخنجر السعيديه لاسمه. يجيك كذا يجيك الطمس ماله فضه كامل. بعدين يجيك العاج في صندل. ايش اللي هو القرن هو اللي يغلي قيمه الخنجر غالي. يعني ده سعيدي هذا مقبض سعيدي فيه. المقبض سعيدي يعني السعيدي نفسه دي 7 حلقات تكون نفسه دي. 7 حلقات في ايه بقى؟ هذه 7 حلقات اللي هي السعيديه اللي هي مالت السلاطين آل سعيد يعني. ده فضه؟
اي فضه. انا ممكن امسكه عادي. ده صعيدي صح؟ ايوه. اي عندك الصندل، هذه الصندل. ده الصندل. أيوة. انهي اعلى؟ ها؟ انهي اعلى؟ والله لا متغربه اسعارهم، السعيدي وذيه والزراف الهندي متغربه اسعارهم، بس الصندل فيه ريحه. ايوه. الصندل في يتميز انه فيه ريحه. هو الصندل فيه منه عطور؟ الصندل فيه عطور، أو بخور؟ الصندل يخلوه في الوجه. تمام. وعطور، هذا الصندل، بس هي الخشب ماله. تمام. الخشب مال الصندل. تمام. زين، يعني الصندل والزراف الهندي والقرن السعيدي اللي هو الطمس هذا يكون فضه، ولا الفايبر تقريبا متغارب سعرها. بس اعلى حاجه اللي هو الزراف اللي هو الافريقي. الافريقي هذا. اوكي. هذا بتاع الخرتيت. بتاع الخرتيت اللي هو سن الخرتيت. ايوه. منقار الخرتيت او اللي هو ايوه. اوكي. ده بيكون اغلى حاجه. ده بيوصل سعره لكام؟ والله على حسب، يعني يوصل عليه 4000 5000 5000 ريال 6000 10000 15000 20000 على حسب. 20000. ايوه. طب انا معلش دلوقتي انا مثلا معايا 2 زراف افريقي، ايه اللي يخلي ده مثلا ب 5000 ريال واللي يخلي ده ب 10000؟ نظافته، حجمه، لونه. اوكي. ايوه. ويفرق بقى ذهب ولا فضه؟ لا بس هو حتى لو مثلا خام، يعني ما في صفيحه، ما في شيء. بس هو ايش لونه، كيف حجمه، يوصل 20 25 يعني 25000 أيوة، ريال على حسب الحجم، على حسب الاكتاف ماله، على نظافته، لونه. طب ولو مثلا انا واحد لسه متخرج من الجامعه، انا اعرف ان ده زي رسمي عندكم لازم ان هو يكون اي عماني عنده خنجر، يعني ده اللي انا اعرفه. هل مثلا انا واحد لسه متخرج وببدا حياتي هبدا مثلا اجيب خنجر بكام؟ على حسب ميزانيتك. يعني انا لو معايا كام اقدر اجيب خنجر؟ ايوه، يعني قول انت تقريبا من 150 انت طالع 150. في حاجه هنا ب 150 عندك الزري، يعني حزام زري. حزام ده ايوه الزري ذي. ايوه. الخنجر مثلا نفس دي، شوف نفس الخنجر، هذه خفيفه فضه، قرن خشب. تمام. فضه خفيفه، شغل شك تحت. الحزام هذا الزري، كليبات عاديه اللي هي نحاس. تمام. هذه اقل سعر فيها، دي اقل حاجه. اقل حاجه. دي كام بقى؟ يعني تقريبا 150 145 150 كذي. 145 150. ايوه. طب ودي بتتسن؟ لا هذه ما حد يستخدم، هذه شكل بس. شكل. لكن في ناس تحب في نصل، يعني وين نصله جوهر دمشقي وين. انا عايز اوريكم بس الفرق بين التقل بين ده وبين الخنجر الصعيدي. ده مثلا من هنا كده عشان ده خشب خفيف، لكن من هنا الخنجر الصعيدي من فوق تقيل، يعني اللي من تحت ده عادي نفس الوزن، لكن هنا من فوق ومن تحت خفيف، لكن هنا من فوق بس اللي تقيل. لا هني الوزن بعد يختلف. هني شوف الاسيام، انا بخبرك. اوكي. شوف الاسيام هني كيف احجام اكبر، وزن الخير هني. يعني هنا هو بيقول دلوقتي انه هنا وفي الصدر دي كده دي كده الصدر زين يكون اثقل. يختلف السعر في السين، في الحلق، في الصدر، في وزن الخنجر. يعني احنا اللي الوزن الخنجر بيزيد من اول فوق لحد هنا كده. ايوه. من اول هنا الحته دي كده كل ما زادت الفضه زاد السعر. عندك نفسها دي، شوف الحين اي سعرها اغلى عن دي، لان تشوف ايش فرق فيه. شوف قارن انت، فاكيد ده هيبقى ارخص. ايوه. لان ده الحلقان بتاعته. بصوا يا جماعه الحلقان بتاعته هنا الحلقه دي اصغر ومفيش عدد حلقان كتير، لكن هنا لو جينا نقارن مثلا هنا الحلقه دي بالحلقه دي هنلاقي ان الحلقه اللي على اليمين اللي هي راسها خشب، الحلقه نفسها لونها او شكلها مقاسها اصغر، لكن هنا الحلقه بنلاقيها اكبر، فبالتالي ده بيبقى اغلى، بيبقى اتقل في الوزن وفي الفلوس كمان، ده بيبقى اغلى من ده. عالم غريب من الخناجر انا مش فاهمه. شوف دي. ايوه. ده بقى باين ان هو ما شاء الله غالي يعني. ايوه. من الحلقان حتى تشوف يبان هني التطريز اللي تحت، الشك. قطايع عندنا، هذه قطاع نسميها، هذه في درجات. تشوف لي هذه سبيشل، هذه تعتبر درجة 5. بس التطريزة دي أيوة. غالية. التطريز هني أخف، باين الجلد. كل ما زادت الفضة كل ما زاد سعرها. اللي تحت أنا ما أكلمك عن اللي فوق، ماليش دعوة باللي فوق دلوقتي. أيوة. يعني تشوف اللي يركب، اللي شوف الخير الحين اللي يسوي قطاع واحد ماشي، اللي يسوي الصدر واحد ماشي، اللي يسوي الطمس هذا واحد ماشي، اللي يركب واحد.
تمام. اللي يسوي البلط واحد، اللي يسوي كليب واحد، يعني خلاف تجميع. ايه اللي بيفرق؟ يعني كل واحد بشغله اوكي حرفته. ماشي. ايوه، نادر تحصل الواحد اللي يشك ويسوي صدر ويسوي يعني متكامل، نادر. يعني كل قطعه حد بيعملها، ايوه، وفي الاخر واحد بيجمعهم. واحد بيجمع. بس ان واحد يعمل كل الخنجر من بدايته لنهايته الحين نادر تحصله، نادر، لان دي الشك يبغى لها وقت شغل. عندك الحزام البلط براوي تقيل. عندك ذي الحزام نفس الشيء، فرق. هو الحزام فيه فضه؟ ايوه فضه، ده فضه. ايوه، هذا عندك درجه اولى. ده درجه انا هذا سبيشل. ده سبيشال. ايوه، اوكي. هذا نص سبيشل. هذا درجه اولى، هذا درجه ثانيه. حلو. ماشي. الزري يعني ايه زري؟ الزري هذا، الزري تعرفه؟ لا. هذا الزري الاصلي، يعتبر درجه اولى. بس ده بيتعمل بالايد صح؟ ايوه، هذا باليد، اما ذا حاليا لا. مكن. لكن الزري اللي فيه الاصلي، الزري اللي داخل الداخل الاصلي، هذا باليد. ده يدوي. ده طبعا هذا ده كده غالي اغلى. ايوه، هذا يدوي. لا، هذا المادة الزري في درجات. عندك هذا الزري عادي، هذا قيمته 3 ريال 4 ريال خالي. 3 ريال 4 ريال كده. هذا ده تمام. هذا العادي. تمام. هذا مثلا قيمته 55. ده 55 ريال. ايوه، هذا 85 ريال. الفضة ده 75 ريال مثلاً. ده اللي هو الدرجه الثانيه. ايوه 75 ريال. ايوه. ده كده يا جماعه 75 ريال القطعه دي بس من غير اي حاجه. هذا السبيشال بقى 300 ريال. 300 ريال. أيوه. دي كده 300 ريال. ايوه، واو. هذا عندك 160 ريال. 160 ريال. ايوه، وبعد بعد ايوه في ناس يسوون فيهن ديزاينات يعني. ديزاينات. أيوه. كل ما الديزاين كبر. ايوه، وعندك نفس الشيء كليب اللي يركب في الخنجر. عندك هذا، شوف الوزن، هذا اللي يركبوني. ماشي. اوكي. وعندك هذا نفس الشيء، هي شغل حفر، نقش قلم. تمام. هذا تكاسير، قص وتركيب. ده يا جماعه زي ما بنقول عندنا في مصر، ده الشنكل اللي بيتعلق فيه الحزام اللي بيتحط فيه الخنجر العماني. ايوه. دي كام بقى؟ هذه بالوزن. بالوزن. 80 ريال 100 ريال بالوزن. دي كلها فضه. فضه. واو. ايوه. هذه تكاسير. تكاسير. الشغل يعني قص وتركيب ولحم. دي بقى اغلى ولا دي اغلى؟ على حسب الوزن. ايوه. هذه عندك طبعه يعني. سك، احنا في مصر بنقولها سك. هذا ارخص شيء. دي ارخص حاجه. 25 ريال. كله هو يعتمد عليه الوزن، وزن الشغل وقيمه الشغل. اذا شغل يدوي زاد سعره، اما اذا الشغل السهل نفس الشيء يكون السعر ارخص يعني. تمام. يعتبر على الوزن الفضه يعني. أيوة. يعني دلوقتي انا عندي مثلا عشان ان انا اجمع خنجر من اول وجديد، انا البادجت مفتوحه معايا. يعني يا جماعه 10000 ريال يعني حوالي 38000 دولار لخنجر عماني، جزء من الزي الرسمي العماني. طب انا ممكن البس خنجر؟ انا ممكن ان انا اجرب البس ايوه خنجر؟ ايوه عادي يدي بلبس بجد. انا دلوقتي هجرب ان انا البس خنجر عماني لاول مره. اول مره في حياتي البس خنجر. كده. لا زين زين امشي بيه كده بقى. ده بكام بقى؟ هذه تقريبا توقف 500 ريال. 500 ريال كل اللي انا لابسه ده ب 500 ريال. لانه فيه مقبض عاج. ده فيه مقبض عاج. ايوه. ده 500 ريال اللي على حسب مني، على حسب وزن الفضه تقدر تخليها ارخص، يعني في فايبر معجون اقل. فهمت؟ والعصا كمان. ايوه ما كملناش بقيه الزي. نكمل بقيه الزي الرسمي، خليكم معانا. ده العصا بقى. اي عصا، في هذا عتم عماني في زراف هندي. ده ودي كمان بتفرق في حجم الفضه؟ نفس الشيء. هذا افريقي من تومبو. ايه الفرق بين دي وبين ده؟ والله هذه ازياء، لكن هذه التقليديه. دي التقليديه. ايوه. ممكن اشوفها؟ هذه ازياء. اي العكف يسموه التقليديه. دي ايه بقى؟ ده عاج ده ولا ايه؟ لا، هذا افريقي من تومبو يسموه. افريقي.
ده بقى ده حلقان كتير. بص ده انا اللي فهمته يعني ان ده 1 2 3 4 5 6 7 7 حلقان، فده يزيد في سعره ويزيد في تقله، يزيد في تقل الفضه. أيوة. دي كده السعيديه، دي أيوة. العصا السعيديه. دي بكام العصا دي؟ هذه على حسب الشغل نفس الشيء، يعني تبدا من 45 ريال الى 100 ريال 8 على حسب الوزن. 45 ريال لحد 100 ريال. اللي بيتقلها الفضه اللي هنا الفضه ونوع الخشب. ونوع الخشب. ده خشب ايه بقى؟ هذا عتم عماني. عتم عماني. وهذه عندك قرن زراف هندي. جرن زراف هندي. ايوه تمام. يا جماعه ده انتوا لسه معانا حبه حلوين، استنوا. ده قرن زراف هندي. بصوا بصوا يا جماعه التفاصيل، بصوا التفاصيل. بصوا بيقول لك كل ما زادت الفضه وكل ما زادت الحلقان زاد سعره. ثقافات احنا ما نعرفش عنها حاجه، يعني في مصر ده لو حد شافه يقول لك ده سلاح ولازم يتعمل له قضيه. هنا سبحان الله. يعني هنا سبحان الله ده زي التقليدي الرسمي. ده اللي تقيل، ده تقيل، ده تقيل. عندك كذا العق ناب الفيل. ناب الفيل. ايوه اللي هو بالمصري سن الفيل. سن الفيل. سن الفيل. ايوه. انت التفاخر بالقرن اكثر شيء. يعني انا ماشي الناس اول حاجه العماني الاصلي يبص على الارض، القرن ما يبصش على الشكل. يشوف بعدين الشكل، بعدين الشكل، بعدين شكل الخنجر. هو لازم يكون مايل كده ولا بيكون كده؟ لا 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 مايل كذي. ايوه هو بيكون مايل كده. ما تخليه سيده، يعني مش سيده، مش طوالي. ايوه يعني لازم يكون مايل كده عشان ايه؟ ان انا هنا مثلا الحته دي ان انا بتريحني لما بقعد. ايوه انا عايز اجرب اقعد بيه، انا عايز اجرب اقعد بيه بجد. ده في حاجه دخلت جوه بطني. بس ما بيتسنش بقى ولا حاجه. ما بيتسنش، ما بيكونش سلاح يعني. لا في منهم ياخذوه، لان في عندنا النص الاصليه يعني. اللي يبغى الاصليه يعني مثل ما تقول هذه تقص مسمار هذه. برق بس يسموه برق بس الجديد يعني. تمام. النوع الجديد يعني برق النوع الجديد. تمام. هي تقص مسمار. تمام. في جوهر دمشقي، في 3 مسايل. هذه الزرافه، هذه الزراف الافريقي. الزراف الافريقي اللي هو وحيد القرن. هذه وحيد القرن. ده الغالي بقى. بس الحجم تشوفه صغير، هذا حجمه كبير اكبر. هذا تشوف لونه كيف اغمق، هذا فاتح، يفرق السعر. يعني انا دلوقتي معنى الكلام اللي حضرتك قلته ان انا اقدر اجيب خنجر من اول 150 ريال لحد 20 و25 الف ريال. ايوه على حسب. ايوه شوف اغلى شيء كله اللي هو الخرتيت. الخرتيت ده اقل حاجه. اغلى شيء، اغلى حاجه، اغلى حاجه الخرتيت اللي مرغوب في السوق وايد. والسلاطين مثلا السلطان خرتيت كله خرتيت. ايوه بس سعيدي على حسب. في يلبس هو السعيدي، يلبس اللي هو صفيحه، يلبس. فين بقى السوري؟ السوري نكشات. يعني النكشه السوريه مثلا نفس هذه، اي النكشه سوريه. هنا يعني أيوة. تعرف من هنا. ايوه وفي يعني من الاحجام، لكن الحين اكثر شيء على النكشه يعني. هذه النكشه السوريه. شيء نزوانيه، شيء باطنيه، شيء الساحليه، شيء السعيديه، شيء الجنبيه. نزويه يعني من نزوه، والبطنيه من البطنه، محافظه البطنه. طلع بحر يا جماعه والله. يعني انا بصراحه اهم حاجه تيجوا مدينه صور الفضيه. المكان ده يا جماعه في مطرح، في سوق مطرح عند الاستاذ عبد المطلب. لازم اول ما تيجوا هنا مطرح في عمان في مسقط، اسالوا بس على استاذ عبد المطلب في محل مدينه صور الفضيه للتجاره. هيفهمكم كل حاجه، وان شاء الله تشتروا منه حاجات للذكرى حلوه قوي قوي قوي. شكرا جدا لحضرتك استاذ عبد المطلب، شكرا جدا لحضرتك في الخدمه. يعني بصراحه يا جماعه، بصراحه يعني لازم بقى تعملوا سبسكرايب للفيديو ده بجد بجد. لازم تعملوا سبسكرايب للشانل عشان احنا هنلف ونوريكم حاجات اكتر من كده بكتير. ثقافات، عادات، تقاليد انتوا ما كنتوش تعرفوا عنها اي حاجه. فقبل ما تسيبوا الفيديو ما تنسوش سبسكرايب للقناه، لايك للفيديو، فعلوا زر الجرس. سلام.